السلام عليكم حبايبي. جيت نشارك معكم اليوم حلوة من حلويات زمان. حلوة جد سهلة، دوز اتاي تشرب مع الشاي، مكونات صحية وكتحضر في دقائق. دونك تبعوا معايا الفيديو غادي تشوفوا كل شيء خطوة بخطوة. اول حاجة عندي الرقائق ديال اللوز، عندي اللي مهرمشين شوية، عندي كذلك العنب المجفف، وكذلك بعض من الزنجلان اللي هو السمسم. ممكن كذلك اذا توفر عندكم القرقاع اللي هو الجوز تستعملوه، يعني كيبقى على حسب المتوفر عندكم في البيت. اول خطوه بديت بها هي انني استعملت 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، ضفت عليها كاس الا تقريبا ملعقتين من سكر ثقيل، يعني ما استعملتش سكر سنيده، ولكن كذلك يمكنكم انكم تستعملوا سكر سنيده في هذه الحاله. ضفت عليهم كاس الا ربع من الزيت وخلطت بالخلاط. استعنت بالخلاط لانني ما كنبغيش نستعمل ايدي فاش كتكون الخليط ديال الزبده والزيت في الاول، فاستعنت بالخلاط كان احسن واسهل. من بعد غادي نضيف 3 ملاعق كبار ديال ماء الزهر، هو اللي كنبغي نسن به هذه الحلوه هذه، ولكن كيبقى لكم الاختيار. اذا ما توفرش عندكم ممكن انكم تستعملوا نكهه الفانيلا او اي نكهه اللي كتعجبكم. كذلك نكهه الليمون او الحامض كتواتى مع هذه الوصفه هذه، الا انا كنفضل دائما ماء الزهر او ماء الورد في هذه الوصفه. من بعد ما نساجم ليا الخليط والمكونات اللي هي زبده، سكر وزيت وماء الزهر، هاد المرحله هذه غادا نضيف فيها اللوز المهرمش اللي مكسر شويه، الزبيب كذلك اللي هو العنب المجفف مهرمش شويه، والسمسم. السمسم استعملت السمسم البني واللي كنت حمصته شويه باش يطلق هذاك النسمه ديالو. حاولوا انكم تجنبوا تستعملوا هذاك الابيض اللي بعض المرات كيكون مار. فهاد الطريقه خلطتهم مزيان. دابا غادا نضيف شويه ديال البيكين باودر، يعني خميره الحلويات، جهد ملعقه صغيره لا غير باش تعطي واحد الهشاشه للحلوه ديالنا. هنا غادا نبدا نضيف في الدقيق، والدقيق كيبقى على حسب كل واحد والنوعيه ديال الدقيق اللي كيستعمل. انا تقريبا النوعيه اللي استعملت خدات مني 3 كؤوس كبار بمقدار 3 الكؤوس ديال العنبه. انا في القياسات كاملين استخدمت قياس كاس العنبه. غادا نخلي لكم اسفل الفيديو المقادير بالغرامات بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش تستعمل كاس العنبه، ولكن هاد الحلوه هذه راه سهله. يعني انا راه حضرتها تقريبا كانت الساعه 9 ليلا صافي تشهيت انني نصيب هاد الحلوه هذه. نط بالسرعه، يعني في ظرف ساعه ديال المكانه تحضرتها، دخلتها الفران، طابت وشربناها مع كاس ديال الشاي. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكأس الثالث. ما غاداش نضيفه كله، غنضيفه تدريجيا. ضفت النصف ديالو حتى غادا نشوف واش غادي يكفيني ولا ما غاديش يكفيني. هنا غادا نستعن بالايد ديالي من بعد ما كيبدا الخليط يعقد شويه. دونك ماشي مشكل، هنا ما غاديش يتلصق ليا بزاف في الايد ديالي. كيف ما شفتوا معايا السمك ديال العجينه بهذا الشكل، كشفتوا بانه مازال معايا. دونك قلت غادا نضيف النصف الثاني، هي الكماله ديال 3 كؤوس مملوءه. فهنايا غادي نكمل الخليط، غادا نجمعو غير شويه. كنحاولوا اننا ما كندلكوش، حيت ماشي الغايه ان الحلوه تدلك، غير انها كتجمع بالاصابع ديال اليد. فهذا هو العجين اللي انا كنت كنحتاج بهذا السمك هذا، ما يكونش قاصحه العجينه وما تكونش رطبه. هنايا غادا نستعمل هذا الطابع هذا اللي عندي على شكل ورده. ممكن تستعملوا نتوما اي طابع بغيتو وكان متوفر عندكم. كنستعمل القليل من الدقيق باش ما يتلصقش ليا العجين في هذا الطابع. ودابا غادي نبدا وضع كرات صغيره، شكلوها نتوما بالقياس اللي كتبغيو. انا غندير شكل متوسط كرات، وغادي نحطهم في صينيه اللي غادا ندخل صينيه الفرن اللي غادا ندخل الفرن اللي غادا نطيب فيها الحلوه. غادا نوضعهم كاملين حتى غادا ننتهي عاد، باش من بعد غادا نبدا نستعمل الطابع باش تجيني العمليه سهله كيف ما هو مبين في الفيديو.
وحده بوحده الى غايه انني نكمل الصحن كامل. في هذا الاثناء هذا كنكون شعلت الفرن على درجه حراره 180 درجه. عندي فرن كهربائي كنشعل فوق وتحت الفرن الكهربائي 15 دقيقه قبل، وكنوضعهم. وخاصني ضروري نراقبها فاش انفو نحطها في الفرن، لازم انني نراقبها في الطهو ديالها. ما شاء الله الوليدات خداو حقهم حتى هما في اللعب مع الحلوى. والان غادي نحط الصينيه ديال الحلوى في الفرن ونطيبها. انا كتعجبني محمره، كاين الناس اللي كيبغيوها تكون بيضه كيخليوها اللون ديالها ابيض وصافي. انا كتعجبني هكا تكون محمره باش كتعطي هذيك ريحه اللوز وريحه السمسم حتى ريحه العنب المجفف، كيتعجبني بزاف. كنزينها بالسكر الثقيل، سكر كلاصي، رشات خفيفه من الفوق. كاين اللي كيفندها كلها في السكر كلاصي، انا كنحب غير رشه خفيفه باش ما تكونش الحلاوه ديالها كثيره. كان هذا هو الشكل النهائي، نتمنى تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليو لي تعليق تحت الفيديو والاقتراحات ديالكم، وكيف جاتكم الحلوى، سهله ولا ما سهلاش.